السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. ريت لو مشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل، عشان النهاردة معانا فيديو جامد جدا من الكرتونة دي. لو عندك كرتونة زي ديت فاضية كده وجامدة وحلوة ومتينة، تعالي هقولك هنعمل بيها فيديو جامد قوي عشان خاطر رمضان، وكل سنة وانتوا طيبين وبألف خير يا رب. اول حاجة هعملها ان انا هقفل معايا العلبة بتاعتي خالص، مش عايزة فيها فتحات، انا عايزاها متقفلة من فوق ومن تحت ومن كل حتة. عشان دلوقتي هقولك هنعمل ايه، هنعمل فيديو والله بجد بيتباع بره بمبالغ كبيرة قوي، مش عارفة ليه. المهم انا قفلت كده معاكم، وبعدين هجيب بقى الجزء اللي في النص دوت، وهبتدي عارفة المستطيل اللي قدامك ده انا عايزه اقصه، وعايزه اقده كده في الاربع جوانب بالظبط، هو ده اللي انا محتاجاه. فانت لو مش هتعرفي ان انت تعمليه او كده، فانت بتجيبي من كل جنب زي 2 أو 3 سنتي، وتروحي عامله مربع، وتروحي او مستطيل كده، وتروحي قصوه. انا العلبه بتاعتي كان فيها المربع ده جاهز، فانا قصيته وخدته على كل جنب، ورحت معلمه على الجوانب بتاعته، ورحت ايه قصه المقاسات بتاعتي، وطلعت معايا مظبوطه، الجوانب كلها طلعت ايه مقصوصة قد بعض بالظبط. فأنا هعمل الأربع جوانب، وهقولك دلوقتي هنشتغل ازاي وهنعمل بيه ايه. كده بقى خلاص، أنا بعد ما خلصت كمان معاكم اهوت الأربع جوانب، هجيب معايا ايه الستيكر بتاع الخيامية. طيب ما عندكيش ستيكر خيامية، ممكن تعمليه بأي ستيكر لونه شكله حلو كده، ينفع برضو رمضان، وممكن تعمليه بقماش الخيامية عشان برضو يبقى حلو ومناسب لرمضان. فانا جبت معايا الستيكر وقصيت جزء كده على قد العلبة بتاعتي من فوق، وهبتدي ان انا اغلف. اهم حاجة اظبط ايدي، اثبت بداية شغلي كويس جدا، وبعدين ابتدي بقى بعد كده الدنيا هتبقى سهلة معايا. يعني اهو ثبت اول الشغل وشديت الورقة معايا، فابتدى الستيكر معايا يبقى مظبوط. طبعا عارفة ان في كتير منكم شاطرين وبيعرفوا يعملوا والدنيا معاهم سهلة. انا بحاول ان انا في كل مرة اقول تفاصيل كتير، عشان في ناس اول مرة تتفرج واول مرة تعرفش حاجة عن اعادة تدوير، فبحاول ان انا ابقى مبسطة لهم الدنيا كويس. طب لو حتة هنا جت طويلة ما تشيليهاش، قصيها ودخليها في اللي جوه، هتقفل معاكي، عشان احنا كمان ايه هنقفله من جوه ومن بره. كده انا قفلت الجزء اللي فوق زي ما انتوا شفتوا كده، وهبتدي بقى اجيب بقى شريطة طويلة بالمقاس بتاع الجنب بتاعي، بس الزيادة مثلا ايه نص سنتي سنتي من الجنب ده، ونفس الحكاية من الجنب التاني، عشان ادخله كده واقفلها عليها من جوه. جت حتة زيادة من تحت، اروح قصاها كده بس عشان اقفل شغلي حلو من تحت، وابتدي بقى ايه الجوانب بقى اقصقص كده من الجنب، واروح ايه مدخله. هي كمان بتتعمل بالايد سهلة جدا. طب لو انت بتعملي كده زي ما حصل معايا دلوقتي وحتة منك اتقطعت، عادي جدا، روحي برضو لازقاها تاني كده ومظبطة ايدك وواخدة مقاساتك مظبوط، وروحي حطاها، مش هيبان. بجد مفيش حاجة هتبان، لو انت حتى موصلة وعاملة مفيش حاجة هتبان معاكي خالص. في النهاية هتلاقي فعلا معاكي الشغل متفنش حلو قوي، وشكله في النهاية جميل جدا. كده بقى انا خلاص كده خلصت الاربع جوانب معايا. بصي هو اصلا الاستيكر حلو جميل، من اللي هو التقيل اللي عامل زي الجلد شوية ده، فبيعمل معايا بسرعة، وشكله حلو قوي وسهل كمان في الاستعمال. كده خلاص انا خلصت اهوت كمان من تحت، وهبتدي بقى انا خلصت من بره اهوت، هقفله كمان من جوه بنفس الطريقه بالظبط، واروح ايه اوريهولكوا دلوقتي وهو متقفل من جوه ومن بره. كده خلاص انا قفلت اهوت من جوه، واوريكم من بره، وخلص كمان من جوه واوريهولكوا. كده بقى بعد ما كمان ما قفلته خالص من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين، بقى شكله حلو جدا. طيب انا هو بس كده؟ لا، انا جبت معايا 4 مثلثات على قد الجوانب، خدت مقاس الجنب بتاعي على حسب برضو العلبة بتاعتك هتبقى مقاسها قد ايه، وعملت 4 مثلثات كده عشان يتقفلوا على بعض، ويديني زي شكل هرم كده من فوق.
وجبت بقى حتة ستيكر، بصي بقفلها سهلة جدا، حتة مربعة كده، وابتديت ان انا عملت الحرف بتاعها وهعمل الجناب كده عليها. خلاص انا كده عندي المثلث اتقفل. هعمل الاربع جوانب بقى علشان تبقى الدنيا سهله معايا. كده انا خلاص خلصت الاربع جوانب معايا اهو. طيب انا هعملها ازاي بقى تبقى مربعه على بعضها؟ هبتدي بس الاول اقفل من جوه. جبت اللزق كده وهبتدي اعمل على كل جنب كده باللزق بحيث انه يبقى سهل عليا وانا بقفل ال القرطاس بتاعي اللي فوق او الهرم بتاعي اللي فوق، علشان خاطر يدينا فانوس شكله حلو جدا لرمضان. شبه فوانيس ايكيا، شبه الفوانيس الجديدة المستطيلة الجميلة ديت، هتبقى جميلة قوي. كده خدت مقاس الحتة الأخيرة. حطيت كده الحرف بس بتاعها من اليمادي، ورحت جايبه الحرف التاني ورحت لازقاها كده. كده تمام. طيب عشان اكد بقى عليها قوي من بره كمان، رحت جايبه المسدس ورحت ايه في الحتت كده، رحت حاطه برضو شمع تاني ورحت ايه مظبطاها زي ما انتوا شايفين. كده خلاص انا ظبطت الهرم بتاعي بقى اللي فوق دوت، واللي هيبقى ايه القبه بتاعه الفانوس بتاعي. جبته كده ورحت ايه خدت مقاسات كده مظبوطه ورحت ايه ثبتها كده. شكله حلو قوي. سهل كمان والله بجد، سهل قوي في الاستعمال وجميل جدا. يعني مش هتلاقي فيه صعوبه وانتي بتتعاملي معاه. كل اللي احنا احتاجناه ستيكر، شمع، مع المسدس، حبة فرنشة زي اللي احنا هنستعملها دي كده. بصي ما استعملناش حاجة خالص، كلها مخلفات وكلها حاجات ان احنا نقدر ان احنا نعمل بيها حاجة جميلة لرمضان. جبت بقى المسدس معايا وهبتدي ان انا اشتغل بالفرنشة ديت بتاعت شغل رمضان. طب لو مش عندك، ممكن شوفي ايه المتاح معاكي او موجود عندك واشتغلي بيه. كده بقى انا خلاص اهوت انا بقفل بقى معاكم الحته اللي فوق زي ما انت شايفه كده. وهبتدي ان انا اعمل على الجوانب كلها من اليمتين. كل واحده يعني ايه يعني خلف خلاف التانية كده زي ما انت شايفه. بطريقه سهله كده وجميله جدا ان شاء الله. تعجبك وتقدري ان انت تنفذيها. وما تبقاش تبقى الدنيا تمام معاكي. كده انا خلصت اهوت الجناب بتاعتي اللي فوق. طب هعمل ايه تاني؟ هجيب بقى الفرنشة بتاعتي دي وهقفل كمان المربع من فوق بقى كده، يعني حواليه كله كده زي ما انت شايفة، عشان خاطر برضو شغلي يبقى متقفل مظبوط، وفي النهاية برضو يديكي منظر حلو وشكل جميل. كده بقى خلصت الاربع جوانب معايا اهوت. تمام. هقولك برضو هنعمل ايه تاني. هجيب بقى الفرنشة بتاعتي دي معايا وهعمل على المربع بتاعي من تحت كده في الاتجاه ده كده بالظبط، واظبط ايدي واتكى كويس على الشمع علشان خاطر يديني في النهاية شكل حلو ويبقى لازق كده وما يفكش مني بسرعة. الحاجات دي يا جماعة والله ما تقولوش ان هي من الكرتون ما بتعيش. انا عندي حاجات بقالها 3 4 سنين ومن الكرتون فوانيس وحاجات جميلة جدا كمان كنت عاملاها قبل القناة، وفي حاجات عملتها معاكم في القناة وعندي بقالها كتير جدا زي ما هي. بطلعها في رمضان وبعد رمضان بشيلها وبعينها في كيس كده حلو نضيف ومتقفلة وبعينها، وكل رمضان بطلعها بتبقى جميلة جدا. يعني ما تقوليش ان هي من كرتون مش هتعيش، او ان هي عمرها سنة وخلاص او رمضان وخلاص. لا والله بجد بتعيش وبتبقى حلوة جدا. اهم حاجة تعملي بكرتونة قوية ومتينة وايه وتبقى جامدة كده وحلوة واعملي شغلك ان شاء الله. مش هت مش هترمي منه اي حاجة خالص. كده انا خلصت هنا، انا عملت جنبين بس وما عملتش الجنبين التانيين بحيث ان هم هيدوا ضي على الجنبين التانيين. حسيت ان هي كده هتبقى اوفر. كده بقى بعد ما خلصت بقى الفانوس بتاعي الجميل دوت، تقدري بقى تحطي فيه بقى اي حاجة جوه ديكور كده شكلها حلو. حاليا انا سبته كده لسه بقى ما عملتش بقى، لسه بوضب لديكورات رمضان ان شاء الله. هتشوفيه كمان معايا بعد ما هحطه بقى في المكان اللي هحطه فيه.
إن شاء الله هيعجبِك، من حاجات بسيطة جدًا تقدري إن أنتِ تعملي ديكور حلو جدًا لبيتِك وفي رمضان، وتبسطي أولادِك وتبسطي نفسِك. كل سنة وأنتم طيبين، ويعود عليكم يا رب الأيام بخير. ولو عجبتِك الفكرة، ما تنسيش تعملي شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلِك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.